الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج من نيويورك. اليوم في هذا الفيديو سوف أتطرق إلى إنسان قاعد يكذب على الشعب التونسي وقاعد بلعوط كبير كبير كبير. الناس كلها تفكر أنه طرطور، ولكن هو بلعوط، وبلعوط من أعلى طراز. اللي يفهم ما يفهمش بلعوط، كلمة بلعوط يحل القاموس العربي ويلوج كلمة بلعوط ايش معناتها. ولكن أنا مش نقول لكم كيفاش بلعوط وشنو هو اللي يعمل. الشخص هذايا اللي تعرفوه واللي نقصده معروف وداهية يعني خبيث، إنسان خبيث بطريقة ما تجمش تتصورها في بالك وما تجمش تتخيلها، فهمت؟ ولكن الطبلعيط اللي يستعمل فيه الطرطور قائد القوات المسلحة التونسية يعمل في طبلعيط على الشعب التونسي. لو كان مصلحة الشعب التونسي والله مرحبا به واهلا وسهلا، ولكن يستعمل فيه ضد الشعب التونسي. السلام عليكم يا اخواني يا اخواتي، السلام عليكم. 20 سنة بالضبط. توا 20 سنة بالضبط. كلية الطب في سوسة. كنت أستاذ في كلية الطب في سوسة. نقوم بدراسة علمية وحبيت نقوم بدراسة علمية حول نسبة وفيات الأطفال السنة الأولى قبل بلوغهم السنة الأولى. إذا كانت ولدنا 1000 طفل قداش يموتون قبل السنة الأولى. همشي نقول لكم، نحط لكم الفيديو متاع الطرطور في آخر الفيديو هذايا وتسمعوا. ونحب الشعب التونسي اللي في خاطر أنا حطيت المعلومة البارح في الفيسبوك، ولكن نحب تسمع، مش تسمع الكلام ولكن تغزر حركات الوجه والانتوراج اللي تسجل فيه الفيديو هذايا والهدف منه. ولكن مش نعطيكم انا توا شنو الهدف منه وعلاش وكيفاش، وانتي بعديك نحبك تختم على البسيكولوجي متاع. شوف، الدهاء السياسي هو انك تسمع بوذنك وتغزر بعينك للدهاء وتفكر، فهمت؟ وقت يوصل الشعب التونسي لهالمرحله هذه، بالله العظيم لا فما حتى دوله تغلبه. نوصلوا له ان شاء الله. السيد هذا يقول عنده 20 سنة، هو يخدم لما كان أستاذ جامعي في كلية الطب بسوسة، حب يعمل دراسة على نسبة الوفيات في السنة الأولى بين الولادة والسنة الأولى. 20 سنة، يعني إذا كان بن علي صار له 3 سنين من اللي مشى دونك وعنده 23 سنة في الحكم، يعني 6 سنين في العام السادس بعد مخذا بن علي الحكم. في العام السادس يظهر لي بن علي في الوقت هذاك كان خدام بالكدا، واللي يعرف يتذكر التاريخ هذاك راهو يتذكر انه ما خلاش دومين في خدمة تونس ما عملوش قبل ما يبدا الفساد المالي. لذلك في الوقت هذاك بعد 6 سنين من استلام بن علي الحكم في 87، ما هوش يستنى في منصف الطرطور المرزوقي قائد القوات المسلحة التونسية اليوم اللي ما نتشرفش به، واكيد اغلب 75% من الشعب التونسي ما يتشرفوش به. ما هوش مش يجي يعمل لنا هو دراسة جبارة كما يقول فيها. والانتوراج اللي سجل فيه الفيديو جاكم في القصر القرطاج في بقعة هكا كلها طبيعة. علاش الطبيعة؟ يحب يخرج الكلام اللي مش يطلعوا، الدهاء اللي مش يخرجوا للشعب التونسي. ما يحبوش، ما يعطيش لاسبي يعني سيريو، لاسبي بروفيسيونيل، انه في بيرو والسلام عليكم اخواتي اخواتي في قصر قرطاج وبيرو وناس. حتى بارامون نشوف في الاجتماع اللي عمله، الاجتماع الامني اللي عمله ولد البارح، بارامون عمل في قصر قرطاج كيما الاوفل اوفيس، كيما الاوفل اوفيس نتاع الميزون بلانش، المكتب بيضاوي الشكل، يعني حتى الموكات وحتى الباب كيفاش معمول في الحيط اكزاكتومون صار. اللي يمشي يشوف يلوج يلقاها. منصف مرزوقي انت بلعوط. والتعداد السكاني هذايا اللي يحب يعمل تعداد سكاني يمشي تو معناتها بعد لسنوات ماضيه الولادات والوفيات كلها يخرج بار امبريمي تك يضرب على في مجله في اداره الاحوال الشخصيه بالبلديه والا في الداخليه، تضرب على الاورديناتور تخرج لك برنت اوت امبريمي قداش ماتوا، قداش طلعوا، قداش عمرهم، ما نستحقوش باش عباد 180 ألف
مجند تبعثهم على الديار يدقوا على العباد باش يعرفوا شنو وقداش وشنو واللي تحب توصل له تنقوله بعد شويه. بالنسبه لكل واحد ايش يملك، تضرب تمشي على وزاره الماليه وفي القباضات تضرب على الكارت ديدونتيتي نتاع السيد هذاك، تخرج لك هيستوريك شنو اللي عنده وشنو يملك. ولكن الهدف من التعداد السكاني اللي تعمل فيه انت واللي مشي يتمادى من اليوم لمده شهر هو التدقيق في كل كبيره وصغيره للشعب التونسي، لجميع المواطنين في تونس. يعني شوف عندك مثلا فلان الفلان ولا فلان ابن علتان وقديش عمره وقتاش تولد وشنو واحد، ولكن باش تعرفوا وين يسكن وتبعث هذوما الجواسيس للديار هذية باش يدقوا الباب ويكتبوا وتدخلوا في الباز دو دوني قائمة كبيرة تمشي تتصب اما في وزارة الداخلية والا في وزارة المالية، والا بيسك انت تتبع ياسر اللي صاير في الدول اللي متقدمة عليك ولكن مش متقدمة على الشعب التونسي. كما صاير في امريكا في 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 مركز كبير اسمه NSA National Security Administration، وهذا تجميع الباز دو دوني القائمة الرقمية لجميع المواطنين في امريكا والبرة. انت تحب تعمل نفس الشيء، يعني اللي مش يمشيوا للديار العباد هدفهم مش باش يشوفوا وقتاش واحد تولد وشنية حواله، ولكن هدفها انه تجسس واخذ كل معلومة كبيرة وصغيرة على جميع المواطنين. يعني بطريقة ثانية في عوض الشعب المواطن التونسي في عوض يجيه استدعاء للحضور الى مركز الجرجاني وياخذ عليه مع اقواله وبعدك يصحح ويخرج، هذه مش يجيوا جماعة الجرجاني لدارو وياخذوا المعلومات وممكن قبل ما هما يخرجوا يصح لهم ويخرج. وهذه طريقة قلت لك أنا ما تتعداش على الشعب التونسي. وقيس معالج يقعد كما الشوكة في حلقك إن شاء الله، كما كان الله يرحمه طارق المكي شوكة في حلق بن علي. قيس معالج ما يعديها لكش بالله العظيم طالما أنا نفس طالع وهابط إلا ما نقعد كل نهار نفضح فيك. أنت عندك 20 سنة في كلية الطب في المنستير، تحب تشوف قداش نسبة الوفيات في الذين لا يتعدى أعمارهم السنة الواحدة. أنا ننصحك باش تعمل توا دراسة جديدة طالما أنت في رأس الحكومة على قمة الهرم. نطلب منك باش تعمل دراسة جديدة طالما أنت دكتور في نسبة الوفيات في تونس كاملة في الشعب التونسي باختلاف الأعمار من 0 حتى 80 وحتى 100، في نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض السرطان. الناتجة على شنو؟ على أمراض السرطان الذي ناتج على الراديوم 226 الذي هو متسبب في إشعاعات نووية الفا والجاما التي متسربة في المناطق المحظورة، كانت اللي في الصحراء وتوا زدت عليها في جبل الشعامبي وتضرب في الشعب التونسي، والشعب التونسي يستنشق فيها وماشية في الطبقة المائية ويشرب فيها. فهذه الإشعاعات سوف تتسبب في أمراض السرطان. يعني لازم تبدأ من اليوم لمدى 10 سنين وتشوف كيفاش لاكورب ماشية وطالعة، وهذه تفيدك الإحصائية اللي الأحسن من التعداد 2014. ولازمك تصارح الشعب التونسي بحقيقة الأماكن والمناطق العسكرية المحظورة واللي حطيت وزجيت فيها الجيش الوطني والأمن الوطني والشعب التونسي وحطيتهم في كارثة بيئية وافقت عليها، وخولت للأجنبي باش يجي يحفر ويعمل التحفير الأفقي بما يسمونه التحفير بطريقة الغاز الشيست ويهلك المائدة المائية والهواء التونسي وتونس العزيزة والغالية التي أصبحت بفعلك أيها المجرم وأيها الإرهابي الذي أول ما نطق كلمة إرهاب كان أنت بعد هجوم السفارة والمدرسة الأمريكية بتونس ب3 أيام. نعطيك بالضبط يعني كلمة إرهاب ما كانتش تدور في تونس إلا من عندك أول واحد خرجتها أنت. شنو اللي لازم يصير؟
هذوما جماعة التعداد السكاني الذين هم جواسيس ممكن يكونوا الناس عاديين ولكن يخدموهم لغرض التجسس على الشعب والمواطن التونسي. اللي يجيك ما تحلوش الباب، وهذا حق من حقوقك لأنه تعدي على الحرية الشخصية للمواطن التونسي. ما تحلوش الباب ولا قل له يا خويا برا امشي على روحك. أصر باش يدخل ويحب ياخذ المعلومة، هز حجرة واضرب على راسه. كلمتين خفاف سهلة مهلة. وعندك الحق أنك ما تجاوبش، وحقك الشرعي والإنساني حتى في ميثاق الأمم المتحدة أن هذا تعدي على حريتك الشخصية، وما فما حتى حد يجبرك باش تعطي أي معلومة يحبوا يوصلوا لها. simple as that. يعني كلمتين خفاف، يعني سهلة مهلة. لذلك الباب اللي مش يتحل ويجيك منه الريح سده واستريح. وقالوا تعداد سكاني، وقالوا برا مشي حاسب هذا الكلب البلعوط وقل له يعطيكم حقيقة المناطق العسكرية المحظورة التي كما قلت زج بها الجيش والأمن التونسي والشعب التونسي. هذه سوف تتسبب في كارثة بيئية وأمراض السرطان للشعب التونسي. سرطان بجميع أنواعه يا دكتور، يا 20 سنة في مدرسة الطب ولا وين في سوسة بلعوط. اللي حبيت نقوله زادة أنه الكلام اللي حطيته واللي قلته على هذه المناطق المحظورة جاب نتيجة للقناة الوطنية واحد. جاب نتيجة، ونتبع في اللي صار، لأنهم عملوا في أظن البرنامج نقطة نظام عملوا زيارة لهذه المناطق المحظورة، وفما ريبورتاج أظن دام 36 دقيقة تفرجت عليهم الكل، وشديت منه كلمة واحدة كلمتين هما، يعني ممكن 30 سكوند. الريبورتاج كله كذب في كذب في كذب. وحتى البترول هو اللي هو بالعربية اسمه النفط، جماعة تقول الزيت ما فهمتش يا أخي، زيت زيتونة ولا زيت لوز. يقول لك الغاز خاطر ما قولهاش كلمة أخرى هكا تشبهها، يقول لك شهوة ولا حاجة. كلمة البترول أو النفط خاطر بالانجلي اسمه اويل، فهم ترجموها والله أعلم كيفاش وشكونهم اللي عملوا الريبورتاج هذا، سموها الاويل رجعوها الزيت. فهمت؟ مصافي الزيت، يعني كأنك مشيت لصفاقس وتبارك الله وقابس وسوسة عندنا ثروة الزيت الزيتون، مشاو لقاو ثروة زيت أخرى، زيت النفطي. طبلعت زادة كيف. وبعد اللي قلت أنا أهم جملة اللي قالها هو أنه يوري فيه بحيرة. قال له فما ناس تقول راهو بحيرة والنفط طالع، قالوا لا اغزر لك، البحيرة هي مياه طالعة من هذا نستخرجوها من باطن الأرض، وهيك تشوف فيها صافية. نعيدها لك صافية ما صافية. يكذبوا عليكم. هزك المياه هذيك وحلوها تلقاها تبارك الله تخرج في رادياسيون الفا وغاما من راديوم 226 اللي يحطوه لكم في الأرض، اللي هي تقتل وتتسبب ديريكتومون في أمراض السرطان. فيق يا شعب تونس. شوف والله العظيم نعمل في هالفيديو هذايا ما عندي حتى هدف، وما نحب نوصل حتى شيء، وين على البو اللي يدخل لك القصر قرطاج. اللي نحب هو نفيق الشعب التونسي بشنو اللي قاعدين يعملوا له. كل حاجة تطلع من هالبلعوط هذا الكلب ابن الكلب لازم تفكروا فيها وتغزروا البسيكولوجي متاعه، لأنه كلب ابن كلب مقطر من مقطر. لذلك يا شعب تونس، هذا التعداد السكاني هو تجسس سكاني وتجسس على المواطنين التونسيين. ويعني السياسة مش جديدة على تونس، عملها قبل بن علي يظل لي مرتين ولا ثلاثة في مدة 23 سنة، وعمل التعداد السكاني. فما برشا عباد اللي ردوا قال لك لا، التعداد السكاني هو طريقة لتحسين المستوى المعيشي. واحد لا اخوي برش يحسن المعيشي، يخدم على روحك ويجيب الفلوس. ووقف هالكلب هذايا اللي قاعد يعملكم في المناطق المحظورة، يحب يمنع الشعب التونسي. والله اعلم زاد كيف بالك شي الهدف منها المناطق المحظورة هذية. بعديك ما تقوليش كيما فلسطين يقرشوا ياخذوا من تونس بشوية وبعديك يقول لك هاي حق العودة وطير لبرا، ما عندكش حتى جنسية. كذلك موضوع صغير هو زيارة، يعني فما موضوع هو
زيارة السواح اليهود والإسرائيليين إلى جزيرة جربة. تحب نشوفوها بطريقة دينية، فهمت؟ اليهود والمسلمين والمسيحيين هم كلهم ديانات سماوية جابهم سيدنا إبراهيم، وما عندناش حتى مشكل مع يهودي أو مسلم ولا مسيحي. ولكن هم يقولوا أنه تونس يعني تحاول قاعدة تصلح العلاقات مع إسرائيل، فهمت؟ يحبوا يجيوا يتفضلوا لجزيرة جربة يتفضلوا، ولكن للغريبة. ولكن لو لازم واحد يفهم هي العقيدة والبسيكولوجي متاع اليهودي وخاصة الصهيوني هو أنه إنسان جبان وخواف يخاف من خياله. لذلك ننصح التوانسة الكل يمشيوا لك المناطق، مثلا جربة وقت اللي يجي الحج متاع اليهود امشيوا واعملوا سياحة في جربة، الوتلة موجودة، وادخلوا وقت اللي هو اليهودي يحس أنه فما خطر على حياته. قسما بالله لو كان مش في جربة بعد ما يمشي المعبد الغريبة بعدها جيست مش يدخل الجنة، يبطل وما يمشيش لأنه جبان وخواف. لازم تلعب على الدهاء السياسي ديما، ولازم تفيق يا شعب تونس العزيز والغالي. نحبكم والله العظيم ونعمل في الشيء هذا كان شيء عليكم على خاطركم انتم، وحارقني قلبي على تونس اللي عندي 9 سنين ما مشيت لهاش وما نمشي لهاش طالما فيها الكلاب هذوما يحكموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا حجرة بركة، إذا حب شيء هذوما جماعة التعداد السكاني الجواسيس اللي يبعثوهم لكم ما حبوش يمشيوا ويسيبوا عليكم يخطاوكم، لأنه حق من حقوقك أنك ما تردش عليهم وما تجاوبهمش. حجرة يهرب يجري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي السلام عليكم. توا 20 سنة بالضبط كنت أستاذ في كلية الطب في سوسة، وحبيت نقوم بدراسة علمية حول نسبة وفيات الأطفال قبل بلوغهم السنة الأولى. يعني قداش إذا كانت تولد لنا 1000 طفل قداش يموتون قبل السنة الأولى. هذا المؤشر من أهم المؤشرات في الصحة العمومية. باش نعطيكم فكرة، مثلا في اليابان وقت اللي يتولدوا 1000 طفل يموت منهم فقط 5 قبل بلوغهم السنة الأولى. في القرن الإفريقي 250، يعني شوفوا الفرق ما بين 5 في 1000 و250 في 1000. وهذا المؤشر هو من أهم المؤشرات، إلى درجة أني كنت نقول عفوا للطلبة أنه إذا أردتم أن تعرفوا المستوى الاجتماعي والاقتصادي لبلد فانظروا إلى هذا المؤشر، فهو المؤشر الذي يحتوي كل المؤشرات. حبيت نعرف احنا في تونس بالضبط شنو موقعنا من هذه الخريطة متاع البلدان، وما هو يعني ما هي نسبة وفية الأطفال قبل بلوغهم السنة الأولى. وزارة الصحة آنذاك كانت تقول اللي هي تقريبا 40 في 1000. أنا ما كنتش مصدق كثيرا هذا الرقم، لأنه ما كانش يتماشى مع الوضعية متاع تونس في تلك الفترة. قمت بدراسة مع المساعدية متاعي، قمنا بدراسة طويلة صعبة معقدة، لأنه كان لازم نشوفوا كل الأولاد اللي يتولدوا، الأطفال اللي يتولدوا، ونتابعوهم كلهم حتى نهاية السنة الثانية باش نعرفوا بالضبط قداش توفى منهم وما هي الأسباب. وهذا كان عمل جبار وعمل يعني يتطلب الكثير من الشغل. في الأخير تحصلنا على نتيجة علمية، هو أنه يعني كانت أكثر بكثير مما تقوله وزارة الصحة. كانت نسبة أكبر بكثير. وأنا ذاك اكتشفت اللي وزارة الصحة آنذاك كانت تشيع في معلومات غلطة، واكتشفت أيضا أن كل الأرقام التي كانت تعطى لشعبنا في كل المواضيع وليس فقط في هذا المؤشر الطبي كلها كانت يا إما غلطة يا إما غير معروفة، وأحيانا يعني كانت كاذبة بكل صفاقة وبكل يعني بكل نية للتعتيم. في آخر المطاف أكبر ضحية يعني للديكتاتورية كانت الحقيقة في كل الميادين، وخاصة في الأرقام اللي تهم حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والصحية إلى آخره، وحتى في تعداد السكان. ليش نقول لكم الكلام هذا؟ نقول لكم الكلام هذا لأنه كما تعرفوا غدوة باش يبدأ هذا التعداد السكاني الذي نحن بأمس الحاجة إليه باش نعرفوا أخيرا الحقيقة، لأنه ما ثم حتى شيء يتبنى على الكذب أو يتبنى على التزييف. واحنا اليوم رغم صعوبة الوضع متاعنا قاعدين نأسوا للدولة الجديدة، والدولة الجديدة هذه من قيمها الأساسية هي الحقيقة في كل الميادين. احنا غدا إن شاء الله هذا التعداد الذي سيقوم به أكثر من 18,000 يعني شخص محترم
نساء ورجال يعني باش يجوكم وباش يطلبوا منكم الدعم باش تعطيهم كل المعلومات. وهذا التعداد الذي سيستغرق مدة شهر هو ضروري جدا بالنسبة لهذه الدولة التي تريد أن تبني على الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. نريد أن نعرف بالضبط كم عدد السكان، عدد العائلات، نسبة الفقر، نسبة البطالة، يعني العديد والعديد من المعطيات التي ستكون إن شاء الله متوفرة بعد هذا التعداد. وهذا التعداد بطبيعة الحال سيكون تحت إمرتكم، يعني سأسعى بكل قواي أن تكون كل المعطيات التي ستوجد فيه ستكون معطيات تحت ذمتكم، حتى تتعرفوا أنتم أيضا على الوضع الحقيقي لبلادنا، وحتى تروا الصورة الحقيقية لحجم أولا المشاكل التي تركت لنا. لأنه من جراء الكذب على الحقيقة، ومن جراء إخفاء الحقيقة، ومن جراء مغالطة الرأي العام في كل الأرقام التي تهم خاصة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تكونت رؤية خاطئة للتونسيين عن بلادهم. إن شاء الله بهذا التعداد أخيرا، سواء بالنسبة لكم كمواطنين أو بالنسبة لنا كأصحاب القرار، يعني ستتضح الصورة وسنستطيع أن نبني على المتين. ولهذا أنا أطلب منكم جميعا إخواني أخواتي أنكم غدا يعني تسهلون هذا التعداد، تشاركوا فيه، تعتبرونه يعني جزءا من مشاغلكم، لأنه فعلا تأثيره على القرارات التي ستؤخذ سيكون ربما ما هوش واضح في الآونة القصيرة، لكن سيكون له تأثير كبير في إعادة توجيه السياسة الصحية، السياسة الاقتصادية، السياسة الاجتماعية إلى آخره إلى آخره. إذن شكرا على يعني على كل ما ستقومون به غدا لإعانة الشبان والشابات الذين سيأتونكم، سيطرقون أبوابكم سواء في المنازل أو سواء في المؤسسات، لكي تمدوهم بكل المعطيات الصحيحة. وهذه المعطيات الصحيحة هي التي سنستطيع من هنا فصاعدا أن نكون بها رؤية حقيقية موضوعية صحيحة عن بلادنا، وعلى أساسها نبني المستقبل الواعد الذي نحلم به جميعا والذي سنحققه جميعا إن شاء الله.